هو احنا ليه بنهتم ببند الاعمال الصحيه قوي كده؟ بص يا سيدي، الهدف الاساسي من البند تحديدا هو توصيل الميه الحلوه لغايه جوه المبنى خالص، وبعد كده ابدا اصرف الميه المستعمله لغايه بره المبنى تاني عن طريق شبكات الصرف العموميه. وعشان كده بيظهر معاك مصطلحين مهمين جدا، حاجه اسمها مواسير الصواعد، ودي مواسير التغذيه اللي بتوصل الميه الحلوه لغايه شقتك جوه خالص، وبتكون موجوده في المناور او الضغطات. والمصطلح الثاني حاجه بيسموها خطوط الانحدار، ودي مواسير الصرف الصحي، وليه سموها انحدار؟ عشان خاطر هي بتصرف الميه عن طريق وزنها وتاثير الجاذبيه عليه. وده اللي يفسر لك ليه مواسير الصرف قطرها كبير جدا عكس مواسير الميه او مواسير التغذيه. مواسير التغذيه بتتصنع من ماده اسمها بولي بروبلين، واختصارها العلمي PBL، بس هم بيقولوا عليها PVC عادي، وده الاسم الدارج بتاعها في السوق لما تروح تشتريه. مواسير الصرف بقى بتتصنع من ماده اسمها بولي فينيل كلورايد، ودي بقى اللي اختصارها PVC. ومن ضمن مميزات ماده البولي بروبلين انه مقاوم للصدى ومقاوم للترسبات وكمان مقاوم للتهاب، يعني الميه تمشي جوه الماسوره 50 سنه ما يحصلش الماسوره اي حاجه خالص، ولا ينقص من سمكها ملي واحد، عكس مواسير الحديد الزهر اللي موجوده في بيوتنا زمان خالص.